الدرس الثاني من الوحدة الثالثة Unit 3 Lesson 2 بيقول Science. Science يعني علوم. الاس هنا سايلنت. لما تلاقي اس وسي وراها حرف الاي او الاي او الواي بيكون الاس سايلنت والسي منطقها ساي والاي اي بتعمل لونج اي. ساينس. ما شورت ايه ماجنتس مغناطيس. طيب مغناطيس يعني ايه؟ يعني ماجنت. ماجنت تمام. واللي اخترع المغناطيس لقاه في مكان اسمه مغنيسيا، مكان او جبل اسمه كده فسموا المغناطيس على الاسم ده. طيب كلمة يجذب مش يجذب يعني بيجذب، لا يجذب يعني يشد، اسمها attract يعني يجذب. كلمة معدن يعني ميدل، التي جاية بين A والحرفين المتحركين هنطقها دي ميدل او ميتل الاثنين صح، لكن امريكان اكسنت ميدل. نفس الموضوع التي لما يجي وراها ال بنطقها دي برضه فبقول بودل. خيط يعني string. الاس مع التي مع الار اسمها blending مزج حروف string. والجي احبس هواها هنا string ما تقولش string. طيب كلمة دبوس ورق او مشبك ورق paper clip. اي ساكن اي بنطق الاي باسمه لونج اي paper clip شورت اي paper clip. مقص يعني ايه؟ لسه قايل لك فوق ان الاس سي لو جه وراها اي او اي او واي الاس بتبقى سايلنت. اسمه سيزرز. الاس والاي شورت اي والاس جاي من حرفين متحركين هنطقها زي سيزرز والاو ار بنطقها اير ما تقولش سيزرز والمقص جمع. ليه جمع؟ عشان هو فرده وفرده، ففي الحاله دي بيعتبر معامله الايه؟ الجمع. سيزرز مقص. كلمه مسمار يعني نيل. الاي اي بتعمل لونج اي بروناونس ذا ليتر اي باي اتس نيم نيل تمام. يعني مسمار ولها معنى تاني اللي هو ايه؟ الظفر بتاعك ده. كلمة عملة معدنية اللي هو الجنيه الفضية أو أي عملة معدنية اسمها كوين. الأو أي بتعمل صوت الأوي كوين. صمغ يعني جلو. اليو إي بتعمل أو ساوند لونج يو جلو. كلمة قلم رصاص يعني بنسل. هنقول كلمات تاني ماجنت attract middle bottle string paper clip scissors nail coin glue pencil. خد بالك الدرس ده من الدروس المعدله السنه دي. يعني السنه اللي فاتت كان رخم جدا عليكم السلام زياد. يعني السنه اللي فاتت الدرس ده كان رخم جدا. كان ايه؟ كان جايب لي القطب الشمالي والقطب الجنوبي وسالب مع موجب وموجب مع سالب، لكن السنه دي قص نصه. هو بس جاي يقول لي ان المغناطيس attracts the middle object، وده عنوان الدرس. ايه هو؟ the magnet او a magnet ماله attract middle object. يعني ايه الجمله دي؟ المغناطيس يجذب الاشياء المعدنيه. طب الجمله كده صح؟ لا يا مستر عليكم السلام يا الاء، الجمله مش صح. ليه؟ احنا قلنا المغناطيس بيجذب الاشياء المعدنيه. هو دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ حقيقه يا مستر. فاكت ولا مش فاكت. يبقى في الحاله دي هنعمل ايه؟ برافو عليك. we use the present simple tense when we talk about facts. بستخدم المضارع البسيط لما اتكلم عن حقائق. هل انت جاي تقول دي المعلومه دي لاول مره؟ لما تقول لي الشمس بتيجي من الشرق وتغرب من الغرب انت كده اكتشفت حاجه، دي حقيقه. لما تقول لي المغناطيس بيجذب الاشياء المعدنيه فدي حقيقه. فلازم نحط ايه للفيرب؟ اس مضارع بسيط، لان المغناطيس مفرد والمفرد بياخد ايه؟ بياخد اس. المغناطيس اللي هو it attracts. المغناطيس بيجذب، ده ساينس بحت. بيجذب يعني بيشد الاشياء المعدنيه. like paper clip لو حطيت دبوس هيشده. like scissors المقص. like nail المسمار. like coin العملة المعدنية. والجملة الثانية a magnet
ها احنا قلنا عشان ننفي في زمن المضارع البسيط الاس بتروح لمين؟ بتروح لدو البلطجي، مش هنشرحها تاني بقى، قلنا حرف دو بلطجي اهو دو ونحط الاي اس داز. طب هو بيكذب ولا ما بيكذبش؟ ما بيكذبش، هنفي doesn't attract the middle ايه object. هتقول لي يا مستر انت مش لسه قايل دلوقتي ان في زمن المضارع البسيط بنحط فعل الاس؟ هقول لك ارجع للحصه اللي فاتت وقلت لك ان لما اجي انفي حرف الدو ده او فعل الدو بلطجي بياخد الاس منين؟ من الفعل الاساسي يحطها عنده. A magnet doesn't attract ايه بقى؟ doesn't attract bottle. بودل دي ايه؟ بلاستيك. هل لو حطيت ازازه بلاستيك جنب المغناطيس هيشدها؟ لا طبعا لانه مش معدن. A magnet doesn't attract string. ما يقدرش يجذب او يشد الخيط، مش حديد او مش معدن. A magnet doesn't attract glue. لو حطيت قدامه صمغ مش هيجذبه. A magnet doesn't attract pencil. تمام؟ ما يشدش القلم الرصاص، ده خشب. تمام؟ يبقى كل موضوع عايزك تعرف a magnet attracts the middle object. بايه؟ بيجذب الاشياء المعدنيه like nail المسمار، كوين عمله معدنيه، like ايه تاني؟ paper clip الدبوس الورق. يبقى المغناطيس بيجذب الاشياء الايه؟ المعدنيه. يعني يجذب يعني attract. طب ما بيجذبش doesn't attract. طب ليه doesn't مفرد؟ لان المفرد بيحب الاسم والمغناطيس مفرد. تمام؟ طيب هنا بقول لي a magnet attracts middle object. كلمة attracts يعني يجذب و doesn't attract يعني لا يجذب. وجايب لك هنا صورة. تمام؟ جايب لي صورة سبون معلقة وصورة نيل مسمار وصورة بوك كتاب وصورة كيز مفاتيح وصورة جلاس كوباية وصورة كي قفل وصورة تشير. وبقول لك color the object that the magnet attracts. علم الحاجات اللي المغناطيس بيجذبها. انت شايف ايه؟ سبون المعلقة هيجذبها، النيل المسمار، الكتاب لا ده بيبر ورق ده مش معدن، الكيز المفاتيح هيجذبها، الجلاس doesn't attract، القفل attracts، التشير doesn't attract. بس درس جميل جدا وسهل جدا، ده متشال 3/4 عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان طويل جدا بقى، جايب لك القطب الشمالي تمام، ذا نورث بول ذا ساوث بول، وان الاقطاب المغناطيسيه المتشابهه تتنافر. انا هشرحها لك كمعلومه لكن هي مش عليك. تمام؟ بص كده معانا، لو عندك حته مغناطيس مكسوره في البيت وقربت المغناطيس من بعضه هتلاقيه بيمسك في بعضه في اتجاه معين. لو حطيت المغناطيسين في بعض هتلاقيهم بايه؟ بيعمل ايه؟ مش بيمسك في بعض. ليه؟ لان الاقطاب زي بعض. يعني لو عندنا موجب وموجب المغناطيس مش هيمسك في بعضه. عشان كده تروح على بطاريه العربيه، البطاريه بتاعت العربيه هتلاقي صباع عليه علامه الموجب والصباع الثاني عليه علامه السالب، عشان القطاش بتاع البطاريه عليكم السلام يا جودي يمسك في البطاريه فتعمل دايره كهرباء. لكن لو الاثنين موجب doesn't attract. طب لو الاثنين سالب doesn't attract. لازم يكون ايه؟ لازم يكون واحد موجب وواحد سالب. تمام؟ ده بنسميه نورث بول وساوث بول، القطب الجنوبي والقطب الشمالي. مالكش علاقه بالكلام ده محذوف، ده من السنه اللي فاتت. انا بعرفك عشان بس تبقى عندك دايره المغناطيس، لان ان شاء الله بعد كده هتدرس المغناطيس كله. بمعنى في العلوم او في الساينس هتدرس ان هو ازاي بيجذب وايه اللي بيخليه يجذب، لان موجب مع موجب ما بيشتغلش، سالب مع سالب ما بيشتغلش، لازم موجب مع سالب. نورث بول وساوث بول، قطب جنوبي وقطب ايه؟ زمان مريم عمل عليه بجراف فعلا. اللي عند السنه اللي فاتت كان موجود. اللي عند السنه اللي فاتت موجود من ضمن الحاجات اللي اتعدلت السنه دي هو الدرس ده. يعني درجه صعوبه الدرس ده 20% من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت يعني لو صعوبته 100%، السنه دي 20%. انت عندك معلومتين اتنين بس، المغناطيس بيجذب ايه ولا يجذب ايه. لكن السنه اللي فاتت كان عايز تحفظ ان القطب الشمالي والقطب الجنوبي بي اتراكتس، لكن لو نورث بول ونورث بول بوش اواي، يعني ايه؟ بي يتنافر. تمام؟
ولما هو موجب وسالب بيعمل ايه؟ بيحصل له اتراكت، بينجذب. تمام؟ او the same poles push away. يعني ايه the same poles push away؟ يعني same poles يعني الاقطاب المتشابهه تتجاذب تتنافر and the different poles attract. يعني ايه؟ والاقطاب المختلفه تتجاذب. يعني لازم يكون عندي الاقطاب مش زي بعض، موجب مع موجب بيتنافر وسالب مع سالب بيتنافر، لازم واحد موجب وواحد سالب. لو عندك عربيه بص على العربيه بابا على البطاريه هتلاقي، امسح كده بايدك او بفوطه، هتلاقي صباع مكتوب عليه موجب وتقريبا بيكون بالاحمر، والصباع الثاني سالب ومكتوب وبيكون تقريبا بالازرق. تمام؟ عشان يحصل دايره كهربائيه عشان تعرف العربيه تدور وتشغل الايه؟ العربيه. تمام؟ ده الدرس بكل بساطه، درس الايه؟ المغناطيس. طيب مطلوب منك ايه بقى انت في الدرس ده؟